طردونا إحنا الاتنين مع بعض يعني، فما كناش عارفين نروح فين وأنا معايا 25 جنيه بس. فطبعًا لأ، ما كانتش حاجة سهلة خالص، خالص يعني، كان أسوأ يوم ممكن الواحد يكون مَر بيه. من دار الأيتام لسفيرة الأيتام، مشوارها النهاردة مع نهلة النمر، بنت قوية ما استسلمتش للظروف وواجهت الدنيا بإرادة وإصرار، وأثبتت إن اليتيم مش ضعيف. كل ده خلى وزارة التضامن تلقبها بسفيرة الأيتام. لكن رحلة نهلة موقفتش هنا، قررت تكرس مشوارها لمساعدة كل طفل يتيم عشان يلاقي مكان يحميه، يساعده يكبر بكرامة ويواجه الدنيا وهو مؤهل نفسيا وماديا. مشوارها النهاردة حكاية ملهمة، مليانة تحديات، نجاح وإصرار على تغيير الواقع. يا أهلا يا نهلة، ازيك يا نهى؟ منورانا في مشوارها. شكرًا جدًا استضافتي. نهلة، تحبي تعرفي نفسك بإيه أو إزاي؟ أنا باحب أعرّف نفسي إن أنا نهلة النمر، خريجة دار أيتام وسفيرة الأيتام. أول 6 سنين دايمًا هي اللي بتشكِّلنا بقى بشخصياتنا، بمهاراتنا، بمشاكلنا، بعقدنا النفسية. فقولي لي أول 6 سنين في حياتِك عملت إيه فيكِ؟ بُصّي، أول 6 سنين يعني أنتِ عندِك حق أوي، لإن أولًا أول 6 سنين أنا كنت قضّاها جوّه الدار، فما كناش بنخرج لإن الأطفال الصغيّرة كان ساعتها على أيامنا يعني إن هُم ما بيخرّجوهمش خالص، يعني بنشوف الشارع أول ما ندخل المدرسة. فأول 6 سنين ده كان في البيت بس، يعني ما فيش اللي هو دار الأيتام ده، فما كانش في أي حاجة باعملها غير إن أنا بس قاعدة في الدار مع إخواتي اللي هُم موجودين في الدار. طبعًا التغيُّر اللي كان بيحصل من المشرفات أو مقدّمي الرعاية اللي كان موجود، فيمكن هو ده شكل عام إن أنا مش شرط إن أنا أكون باتعلّق بحد، لإن أيًا كان الشخص اللي هييجي فهو هيمشي. فدي يمكن أول درس اتعلّمته في أول 6 سنين، لإن إحنا كمان كأيتام بنتعلّق بزيادة عشان الأم والأب مش موجودين، فبنتعلّق بأي حد يدّينا جزء من اللي الأم والأب بيدّوه، فطبيعي لمّا يمشي بنتكسر وبيمشي وكذا. فكان يعني كنت عاوزة أدرّب نَفْسي أول 6 سنين ما فيش تعلُّق، بس طبعًا ده ما حصلش يعني. فأول 6 سنين كانت صدمة التعلُّق دي خدتها في درس محترم يعني. أثّرت في حاجات كتير بعدين لمّا جدًا، كبرتِ. جدًا. لحد دلوقتي على فكرة أنا عندي مشكلة في التعلُّق والانفصال بحد وكده، حتى في الشغل. فهُم دايمًا في الشغل بقى مثلًا لو هينقلوني من إدارة لإدارة أو من مشروع لمشروع لازم يكونوا بيمهّدوني من قبلها إن هيحصل كذا، مش عارفة إيه، عشان ده ممكن يكون بيخضّني ويوتّرني جدًا، يخلّيني مش عارفة، فجأة كده بابقى حاسة إن أنا تايهة، وده إحساس مش باحبه. طب في حاجات فرقت في شخصيتِك كمان تانية، يعني غير حتّة التعلُّق؟ آآ طبعًا هو أي حد بيتربى في دار أيتام، الشخصية كمان اللي بتفرق إن هو فكرة إن هو يا إما هيروح للشخصية القوية، اللي هو مش القوية بس ممكن الشخصية اللي هي عاوزة تعافر عشان تفضل موجودة بتsurvive كل الحاجات اللي زي دي، أو الشخصية اللي هي لأ، أنا دايمًا هاستخبى لإن أنا مش حاسس بأمان للوضع الخارجي وكده، أو الاتنين مع بعض، إن أنا I will survive بس في نفس الوقت أنا مش حاسس بأمان. وده اللي أنا كنت إن هو حذرة. الناس عمّالة تمشي حذرة، وفي نفس الوقت كمان يمكن أول 6 سنين كانت مخلّياني شوية أنا عاوزة أمشي جنب الحيطة، إمم. اللي هو ما فيش حد يحس بوجودي خالص وكده، عشان ولا حد يضايقني ولا أضايق حد ولا الحاجات اللي زي دي كلّها. فيمكن أول 6 سنين فعلًا لإن اللي كنت متعلقة بمقدمة رعاية ومشيت وأنا صغيرة، فده بالنسبة لي لأ هدّ لي حاجات كتير أثّر. جدًا، هدّ الأمان بقى إن هي كانت موجودة وكنت معتبراها هي الأم وكده. فجأة ربنا توفاها، فحسيت إن أنا بقيت لوحدي. فساعتها لأ، قررت إن خلاص على فكرة ما ينفعش بقى تتعلقي بحد، وكلنا بقى هنا مشرفات وأطفال وكده. كونِك أنتِ خريجة خدمة اجتماعية صح؟ بالضبط. إزاي ده فرق أوي في شخصيتِك وفي حياتِك وشغلِك بعد كده؟ طبعًا التنسيق هو اللي دخّلنا خدمة اجتماعية، خلّينا نفِّت في حاجة دايمًا نبقى واضحين. أنا كان نِفْسي صراحة في حاجة تانية، فهاقول لِك أنا كان نِفْسي أطلع مُدرسة شوية، وبعد كده حسيت إن أنا ما ليش طِقّان التدريس، فكويس إن أنا دخلت أخصائية اجتماعية. وكان نِفْسي أوي بس لسه ما كانش ساعتها مشهور عشان أنا برضه كبيرة، فما كانش مشهور أوي برضه الموضوع بتاع الIT والتكنولوجي والحاجات اللي زي دي كلّها. بس صراحة الدراسة نفْسها كانت نفعتني، اللي هي بتاع خدمة اجتماعية. ولمّا خدت البكالوريوس واشتغلت شوية في الدار، بعد كده سِبت مجال الخدمة الاجتماعية خالص، واشتغلت في حتّة تانية ليها corporate ليها علاقة بالنشر والطباعة. بس دلوقتي طبعًا هي فايداني جدًا في الشغل اللي أنا باشتغله دلوقتي في جمعية سَنَد طبعًا. فلولا الشهادة اللي أنا خدتها إن أنا واخدة بكالوريوس خدمة اجتماعية وأنا دلوقتي باشتغل في مجتمع مدني، قضايا إنسانية، قضية الأيتام، فطبعًا ده فرق في إيه؟
فرق في إيه؟ فرق في أول حاجة إن أنتِ بتدرسي علم نفس، علم اجتماع، بتدرسي حاجات خاصة بالأسرة والطفولة، بتنزلي كمان بانزل تدريبات، فكنت نزلت مثلًا تدريب في سنة أولى في مراكز شباب، وفي سنة تالتة رُحت اتدربت في مركز طبي، فباقابل الحالات نفسها، فده خلاص خلّاني كمان باتعامل مع المجتمع، وفي سنة رابعة اتدربت في دار أيتام، وكانت نفس الدار اللي أنا فيها، اتدربت فيها. مع إني من سنة أولى أنا كنت رافضة الموضوع، بس سنة رابعة قُلت لهم لأ خلّوني فيها خلّوني في اللي أنا أعرفه. فطبعًا هو بيدرّبِك على إن أنتِ تتعاملي مع المجتمع الخارجي ومع الحالات اللي أنتِ هتبقي بعد كده بتشتغلي معاها، فده طبعًا كان تدريب كويس جدًا. الحاجة التانية كمان هي كمان بقى بتعرّفك على مشاكل الناس وبتقربي منها أكتر، فلأ يعني في التدريب بتاع لمّا كنت في مركز الطبي وكنت باقابل الحالات وكده، ده بالنسبة لي كانت حاجة إيه ده! وده بيعلّمِك حاجة إن على فكرة هو كل الناس عندها مشاكل اجتماعية، وكلنا عندنا ظروف، والحمد لله على الظروف اللي إحنا فيها، لإن إحنا مش زي فلان وعلان وكذا، فطبعًا هي خلّتني أقدّر كمان الظروف اللي أنا فيها، إن أنا الحمد لله على اللي أنا فيه. فأنتِ كده عندِك الدراسة والخبرة الحياتية دي كمان، الخبرة الحياتية. فيعني آه. ما شاء الله هو كومبو ساعدِك أكيد جدًا في حياتِك وفي شغلِك كمان. كومبو ساعدني وخاصةً لمّا جيت جمعية سَنَد واللي هي كان اسمها جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، بعد كده بقى اسمها سَنَد، فهو ساعدني بقى في الدخلة الأولانية بتاعة إن هو أنتِ عندِك خبرة حياتية، عندِك خبرة دراسية، عندِك خبرة شوية عملية، لكن معاهم صراحة هم قالوا لي: "ده مش كفاية، فاركني بقى ده حلو، مش تركنيه بس خلّيه دلوقتي، وتعالي بقى نبدأ الخطوات من الأول بقى ولازم تدرسي تاني وتاخدي كورسات تاني، وتاخدي بالدبلومة مش عارفة في كذا، دبلومة في تعزيز نمو الأطفال، دبلومة تاخدي عشان تتأهلي كويس أوي إن أنتِ بقى هتتعاملي مع فئة الأيتام اللي أنتِ منها، بس تتعاملي بمنظور مختلف بقى." منظور بقى إن أنتِ الشخص اللي هيكون بيساعد، أنتِ الشخص اللي هيكون بيطوّر وبينمّي معانا، فأنتِ محتاجة بقى تكوني بتطوّري مهاراتِك أكتر من كده بكتير. أنتِ دورِك إيه بالضبط في سَنَد؟ أنا دلوقتي في سَنَد أخصائي رعاية لاحقة، الرعاية اللاحقة هي برامج الشباب فوق 18 سَنة اللي موجودين في دور الأيتام، البرامج اللي بتأهّلهم على إن هم يكونوا بعد كده بيدخلوا للمجتمع و يتأقلموا أو مش يتأقلموا، هم متأقلمين الحمد لله، يتعايشوا بقى مع المجتمع ويبدأوا يشتغلوا ويكوّنوا أُسَر وكل الحاجات اللي زي دي، الجزء اللي أنا ماسكاه اسمه تمكين اجتماعي وتمكين اقتصادي وتمكين نفسي. تمكين اجتماعي إن هو إزاي إن إحنا بقى نكون موجودين في المجتمع بس لينا دور ولينا صوت، وفي نفس الوقت كمان ما نكونش بنخاف ونكِش ونرجع لورا، دي حاجة، والحاجة التانية إن الدعم النفسي لو أنتم محتاجين على طول الخط دعم نفسي، فده هيبقى موجود، وعندنا ملف اسمه تمكين أو دعم نفسي، ودي حاجة كويسة لإن ده ما كانش موجود زمان، ما كانش موجود زمان في المجتمع عمومًا إن حد يقول أنا عاوز أساسًا إن أنا أروح لدكتور نفساني أو كده، فدلوقتي كمان بابقى مبسوطة جدًا وفخورة بالشباب إن هو إحنا عاوزين هل ينفع إن أنتم توفّروا منحة دعم نفسي؟ أنا محتاج إن أنا أروح لدكتور نفسي، ده وعي كامل لإن هو أنا عاوز أبقى موجود، عاوز أبقى وعضو موجود في المجتمع، بس في نفس الوقت كمان عاوزة أعالج المشكلات اللي عندي، ودي ما كانتش بتحصل. دي فصرا أهم حاجة، وهتساعدنا بعد كده في كل حاجة. بالضبط، فصراحة ده وعي هايل، هايل من الشباب، وبعد كده بيبقى عندنا بقى تمكين اقتصادي اللي هو بنأهّلهم بقى على التوظيف والّا مجالات العمل المختلفة، أنت عاوز إيه، إمكانياتك، مهاراتك، زائد الحاجات اللي أنت درستها واتعلمتها عشان نشوف بقى نmatch شغل أو وظيفة تكون كويسة، وبنفضل معاه لحد إن شاء الله ما يكون بيثبت في الوظيفة، ومش شرط إن إحنا اللي نجيب من الوظيفة، بس إحنا بندّيك الtools اللي تقدر فيها، يا إما تشوف وظيفة internship أو فرصة تطوع في أي مكان، فبتساعد توصّلوا بنوصّل. ده الجزء بتاعي، طبعًا في برامج كتيرة جدًا في جمعية سَنَد، بس ده الجزء اللي أنا مختصة بيه، وطبعًا دلوقتي مع الشباب بنعمل يعني قررت مع مجموعة من شباب الأيتام هايلين، إن إحنا نعمل أول مبادرة، المبادرة دي إن شاء الله تتحول لمؤسسة وتبقى أول مؤسسة ينشئها شباب أيتام لمساعدة غيرهم من شباب الأيتام، سواء إذا كان في مصر أو في الوطن العربي. هايل، هايل. طب إنِّك اتكلّمنا على الحتّة النفسية بقى، اتعرّضتِ للتنمُّر أكيد، طب احكي حدث لنا ولا حرج، شوية. أيوه، حدث ولا حرج. احكي لنا اللي أنتِ حابة تحكي عنه. لأ طبعًا زمان طبعًا ما كانش في الكلمة بتاعة التنمر، بس إمم. طبعًا كان في سخرية وكان في تريقة اللي هي كانت بيبقى اسمها زمان تريقة، فأعتقد التنمر ادّاها قوة وادّاها صيغة شرعية وقانونية كمان، بس طبعًا أكيد، أكيد أنا بنت في دار أيتام، اللون مختلف سمرا،
وطبعًا كمان زمان كنت هزيلة شوية، فطبعًا لأ اتعرضت للتنمر غير طبيعي، أولًا أنا وأخواتي بنتعرض للتنمر عشان إحنا من دار أيتام والظروف بتاعتنا وكده، فطبعًا وطبعًا المنظر نفسه يدعوكِ للتنمر، يدعو لأي حد يدعو لأي حد أساسًا إن هو يتنمر، هو شايف مجموعة من الأطفال ماشيين حوالي 25 أو 30 ممكن 40 ماشيين كلّهم لابسين زي بعض صف واحد ماسكين إيدين بعض رايحين رايحين طريق المدرسة وراجعين طريق المدرسة، فطبعًا أكيد، أكيد يعني أي بني آدم طبيعي هيتنمر علينا إيه المنظر ده إيه كذا. فدي كانت حاجة، وطبعًا حاجة تانية بقى إن أنا لأ، كان على اللون بقى ويعني غير بقى الظروف الاجتماعية، فاللون بقى طب تعالي لي بقى، فلأ كنت كل يوم حفلات تنمر طبعًا، طبعًا، لحد تقريبًا ثانوي كمان. أنتِ بتتكلمي عليها دلوقتي بثقة شوية، أنا آه. حاسة صدق، أكيد زمان ما كانش كده، لأ، فعشان توصلي للحظة اللي أنتِ فيها دي حصل إزاي؟ هاقول لِك ده سؤال حلو، لإن زمان كنت أي حد يتنمر عليَّ وخاصةً على شكلي، أنا كنت باتضايق جدًا، جدًا، و و و وما بابقاش عارفة ليه؟ هو ده ليه بيحصل، ده ليه بيحصل؟ لحد ما في يوم من الأيام صحيت كده وقررت إن أنا والله أنا حابة شكلي، أنا الأول ما كنتش باحب شكلي، ما كنتش باحب لوني، فكنت باعوّض ده إن أنا شاطرة في المذاكرة، شاطرة أنا باحب القراية جدًا، فكنت باهرب بحاجات، بس بعد كده حسيت إن هو لأ، على فكرة أنا حلوة، أنا جميلة، واكتشفت كده، اكتشفت لأ، إيه ده أنتِ حلوة، أنتِ ملامحِك أنا اللي كنت باقول لنفسي كده، أنتِ ملامحِك كذا، أنتِ ف وكنت فبقيت أهتم بنفسي، ولمّا بقيت أهتم بنفسي حسيت إن أنا إيه ده! الغريب إن التريقة قَلِّت. فساعتها قُلت للناس على فكرة أو باقول لاخواتي يعني هو الناس كانت بتشوف على فكرة بتتريق عشان أنا نَفْسي باتريق على شكلي، أنا نَفْسي داخليًا باتريق على شكلي، أنا نَفْسي داخليًا مش حابة لوني، مش حابة شكلي، وده كان بيبان في عينيّا، فكان بيسمح للناس إنها عادي تتريق، لكن وأنا ماشية لأ، أنا كنت بقيت من ساعة ثانوي أنا بامشي بثقة، أنا مبسوطة، أنا معجبة بنَفْسي، أنا معجبة بلوني، أنا معجبة بشكلي، أنا معجبة بلبسي، فكنت بامشي ده كان بيبان عليَّ باحس إن ده بيبان عليَّ الثقة، فكل شوية مع الوقت فعلًا حقيقي أنا بالاقي التريقة وتريقة على اللون وتريقة على شكلي عمّال يقل، يقل لحد ما اختفي وبالعكس هو على فكرة بيقل وكانت في كلمات حلوة وتشجيع وغزل وكده، كان هو اللي بيبقى مكانه اللي هو إيه ده! فالموضوع في الآخر هو كان في إيديّا، زي بالضبط موضوع التنمر على الظروف الاجتماعية، اللي هو طب ما فلمّا كان في حد يقول لي: "أنا عرفت إن أنتِ من دار أيتام" وكده كنت باترعب، واللي هو اتخض وقلبي بقى ضرباتها في السما وكده، بعد كده لمّا لقيت بعد ما دخلت جمعية سَنَد وبقيت باعمل مثلًا برامج أو كده، حد يقول لي: "أنا عرفت إن أنتِ من دار أيتام." آه، إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك؟ فاحس الأول اللي هو طبعًا الخضة بتبقى موجودة، بس اللي هو إيه، طب وفيها إيه؟ ما يعرف، على بتحقق الأقل يبقى هَم ده واتشال حاجات ناس كتير أوي مش عارفة أو قادرة تعملها. ولأ، وفي نفس الوقت باقول إيه، طب ما هو هَم واتشال، واحد واتشال من على كتفِك، فيها إيه، حلو، زي الفل، أنتِ فيالّا اعرف مش مشكلة، بغض النظر أنا ما بقاش فارق معايا أوي، خاصةً في موضوع دار الأيتام وكده، إن الناس ما بقاش فارق معايا أوي رأي الناس، ورأي الناس السلبي طبعًا، ما بقاش فارق، هو أنت هتشوفني إزاي، ما بقتش فارق ولا رأيهم ولا نظرتهم، اللي هو لأ، اعرف عادي ما فيش مشكلة خالص، طالما أنا أصل هي مش مشكلة عندي، فطالما أنا زي الفل تمام مش حلو زي الفل، فدايمًا اللي هو إيه، أدي واحد done زي الفل، يالّا واحد نزل من على ضهري نازل الهَم إن هو يعرف من على ضهري، فاضل بقى الباقيين، فما فيش مشكلة. طيب خلّينا نرجع ورا شوية، أول ما خرجتِ من دار الأيتام كنتِ عندِك كام سنة؟ آه، وكان معاكِ أنا عارفة قصة إنه معاكِ تقريبًا 25 جنيه أو حاجة لأ كده 25 دي كانت بتاعة الثانوية العامة، آه لأ لأ صح أنا آسفة، دي كانت ثانوية 15 ودي 25 صح، كان عندي في عندِك كام سنة؟ دلوقتي لأ، وقت ما خرجتِ من الدار. وقت ما خرجت كان 23 أو 24 حاجة زي كده اهم. تقريبًا يعني، لإني كنت لسه تامة حاجة فيهم، بس تقريبًا 24 وكان وطبعًا أنا كنت ساعتها أنا قُلت لِك أنا بعد ما خلّصت اشتغلت أخصائية اجتماعية في نفس الدار، فطبعًا أنا خرجت من الدار، فزي ما دايمًا باقول لهم أنا عملت log out من كل حاجة، يعني عملت log out من الدار والبيت نفسه، عملت log out من الشغل، لإن كده ده الشغل بتاعي، فأنتم طردتوني من هنا، وطبعًا يعني طبيعي هتطردوني من هنا، فكان معايا بس 25 جنيه بس، وشنطة الهدوم، وأنا وأختي مش عارفين نروح فين، يعني طردونا إحنا الاتنين مع بعض يعني، فما كناش عارفين نروح فين، وأنا معايا 25 جنيه بس. فطبعًا لأ، ما كانتش حاجة سهلة خالص، خالص يعني كان أسوأ يوم ممكن الواحد يكون مَر بيه.
عملتوا إيه؟ والله ساعتها في كانت مشرفة ربنا يبارك لها معانا وبنعتبرها أخت كبيرة كمان هي مربيانا، يعني بنعتبرها أم يعني، فهي راحت قالت لنا: "لأ أنتم هتروحوا فين؟ خدوا مفتاح الشقة بتاعتي وروحوا اقعدوا فيها لحد ما تدبّروا أموركم وتشوفوا هتعملوا إيه." فكان لازم طبعًا أشوف شغلي، أدوّر على شغل طبعًا، في ناس كتيرة أوي الحمد لله كانوا كل شوية بيبعتوا لي فرص شغل. وبعد كده كان لازم بقى ندوّر على بيت، وإن إحنا نأجّر بيت، وطبعًا دي كانت بالنسبة لي أنا كل حياتي جوّه الدار، كلّها جوّه الدار ما أعرفش أي حاجة خالص، حتى لمّا اشتغلت جوّه الدار، ففكرة إن أنا بانفتح فجأة مرّة واحدة على مجتمع، بنخرج وكل حاجة، بس فكرة إن أنا لأ، أكون مسؤولة جوّاه، عن نفسِك كمان. مسؤولة عن نَفْسي وجوّه المجتمع وأنا رايحة شركة جديدة ما أعرفش فيها حد وكده، فدي كانت وما عنديش فرصة للتأهيل، يعني ما عنديش فرصة إن أنا آخُد نَفَسي كده وأقعد أستوعب كل اللي بيحصل لأ، ما كانش عندي فرصة، لإن لازم يعني السِت مستضيفانا في بيتها، فلازم نسيب البيت عشان نبدأ حياتنا وكده، فلأ، ما كانش الموضوع ما كانش سهل، بس ما كانش معانا حتى حد يقول لنا الdirection عاملة إزاي، إن أنا أمشي كده، أمشي كده، أصرف إيه، ما أصرفش إيه، أعمل إيه، أدخّل مين البيت، فما كانش حتى معانا حد كبير يقول لنا هو إحنا بنتصرّف صح، غلط، فإحنا الاتنين كُنّا كده يعني، فواحدة عندها 23 التانية 22 أو أكبر سَنة يعني، فمش مش ما عندناش التأهيل المناسب إن إحنا نبدأ حياة زي دي، فما كانش سهل يعني. خبّطتوا كتير صح؟ يعني طبعًا خبّطنا كتير، حاولنا على قد ما نقدر إن إحنا نكون قافلين على نفسنا، لإن طبعًا خلّي بالِك كمان إن بنتين يكونوا قاعدين في شقة لوحدهم دي برضه ما كانتش حاجة مقبولة مجتمعيًا. فزمان طبعًا فساعتها كان لازم يعني على قد ما نقدر إن إحنا ولا بنختلط بحد ولا نعرف حد أوي من الجيران عشان ما حدش يدخل في حياتنا أوي فيعرف هم مين دول، وخاصةً إن كل إخواتي طبعًا اللي كانوا في الدار كانوا بييجوا يزوروني. بس كل اللي جاي لي السِن بتاعه مقارب ليّا، فأنا ما فيش أي حد كبير بييجي، ما فيش راجل كبير بييجي، ما فيش مش عارفة كذا، فالناس طبيعي هتكون بتتساءل يعني بنتين وكل اللي بيزوروهم من أهلهم نفس السِن بتاعهم، فده مُقلق أو إيه بس. مُقلق جدًا، فعشان كده كان ما لأ ما كانش حاجة حلوة خالص يعني، فأول سنتين دول طلعت من الدار لأ ما كانتش تجربة لطيفة، بس الواحد اتعلم منها. أكيد ربنا كان حاطِّك فيها لحاجات تانية طبعًا، قدّام، طبعًا. بس الواحد ما بيبقاش شايف ده الواحد ساعات. ما بيبقاش شايف ده ساعتها وبيقعد يقول ليه واشمعنى ومش اشمعنى وكده، بس لأ طبعًا، كل حاجة أنا اتحطيت فيها كانت هي سبب أو هي خطوة للي هتوصّلني فيه طبعًا قدّام. بس أكيد التجربة دي قوّتِك أوي. جدًا، جدًا، يعني خلاص بقى فكرة إن أنا خرجت خلاص ما هي قوّتني إن أنا اللي هو باحس إن هو إيه، الواحد خَد صفعة كويسة، قلم هايل محترم كده لمحه، بس خلاص القلم والخبطة دي هي خلاص خلّتني خلاص أنا عرفت بقى الدنيا بتمشي إزاي، والكتالوج بتاع المجتمع الخارجي، وإن أنا أتعامل إزاي مع الناس وكده، فطبعًا، طبعًا، طبعًا قوّتني جدًا. أنتِ واخدة لقب سفيرة الأيتام، احكي لنا شوية عن اللقب ده. ده ده لقب خدته في 2020 آخر 2020. وكان يوم مفاجئ، يعني هو اليوم أساسًا جه كده وأنا ما كنتش عارفة إن دكتور نيفين القباج ربنا يبارك فيها، اللي هي وزيرة التضامن سابقًا، هي كانت آآ على علم بيّا، بتسمع بالحاجات اللي باعملها طبعًا مع جمعية وأنا في جمعية سَنَد، وفجأة لقيتهم بيقولوا لي يعني في يوم الفتاة العالمي الدكتور نيفين قالت إن أنتِ تكوني من المدعوين كانوا عاملين event كبير في وزارة التضامن، وبعتوا لي الصبح إن أنتِ هتكوني من المدعوين يعني وكده، وأنا حتى ما كنتش يعني أنا ما كنتش لابسة حتى كويس الevent زي ده، فقُلت ماشي يعني يوم الفتاة العالمي والمفروض إن هو فيها إن في فتاة بتروح تقعد مكان حد معيّن من صانعي القرار، ده النُص الأولاني من اليوم، فكان فعلًا في بنات راحوا قعدوا مكان وزيرة التضامن الاجتماعي بيناقشوا حاجات هي بتاعة الوزيرة نفسها، وكأنهم بياخدوا قرارات مكانها وبعد كده اليوم التاني الاحتفالية، فأنا رُحت على الاحتفالية واللي قُلت أنا هاقعد في حتّة كده صغيّرة، وأول ما يبدأوا هاخد بعضي وأمشي وكده، وبعد كده فجأة لقيتها بقى بتقول نهلة النمر فين، وعمّالة تقول نهلة دي يا جماعة عملت 1 و2 و3 و4، وإحنا النهارده قررنا إن إحنا نكون بنعيّنها أول سفيرة لوزارة التضامن الاجتماعي للمراقبة المجتمعية للمؤسسات ومناهضة التنمر، هو ده الاسم فأنا باختصرها في سفيرة الأيتام يعني، وإن هي أول سفيرة للأيتام بقى في مصر بتعيين وزاري، فطبعًا خضّة.
خضّة غير طبيعية، خضّة غير طبيعية، أنا كل اللي كنت عاوزاه إن اليوم ده يخلص، أروّح أنام، وبكرة بقى نشوف هو إيه اللي حصل. هو أنتم عملتوا فيّا إيه؟ لأ أنا ما ب في الحاجات اللي زي دي اللي هو دايمًا اخواتي لأ، اخواتي لمّا يسألوني لأ، أنا مش باعرف أستوعب الحاجات الكبيرة إلا تاني يوم، بس في وقتها كنت عاوزة كل حاجة تخلص. مش عندِك مشاعر مختلطة، خوف وفرح طبعًا، والّا فهي المشاعر الكتيرة دي مش باعرف أخُساس المشاعر دي واستوعبها إلا أنا القرار الوحيد إن أنا عاوزة أمشي، أنا عاوزة دلوقتي اليوم ينتهي، عاوزة أروّح وأنا مش فطبعًا بقى بعدها لأ، الواحد استوعب وخاصةً لأ، حاجة كبيرة طبعًا حاسة إنها الtitle نفسه مسؤولية؟ طبعًا، يا نهاري! لأ، حاسة المسؤولية كبيرة، كبيرة جدًا، لإن من تاني يوم على طول بعد إعلان ده ناس بقى بدأت تكلمني كتير، أنا عاوز كذا، وأنا عاوز أعمل مش عارفة كذا، وإيه رأيِك تقولي لوزيرة التضامن كذا، وإحنا عاوزين فلقيت بقى سيل من الاحتياجات الخاصة بالأيتام بدأت بقى فجأة تيجي لي، وكأن الناس كانوا مستنيين، هاصدّقه. ما صدقوا، فده طبعًا بالنسبة لي لأ ثانية، عشان أنا لسه حتى مش عارفة هو إيه المنصب ده، أنا باستوعب فاستنوا شوية فطبعًا لأ هي مسؤولية، لحد دلوقتي هي مسؤولية. قدّها، إمم. قدّها يا نهلة. طيب أنتِ كمان بتشتغلي في معايير الجودة لدور الأيتام، احكي آه. لنا شوية عن المعايير وإزاي بتتحط، وفرق معاكِ طبعًا أكيد لمّا أنتِ بتجربتِك دي تشتغلي إمم. في الحتة دي. صح. معايير الجودة هي كانت مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية أستاذة عزة عبد الحميد، هي كان بالنسبة لها أنا نفسي يبقى في حاجة بت بت بتنظم طريقة الرعاية في دور الأيتام. برّه كان في عندهم حاجة اسمها معايير جودة الرعاية، في إنجلترا تقريبًا فهي جابت المعايير دي وتم تمصيرها عشان تلائم المجتمع المصري، ومش بس كده بقى إحنا عشان نعمل المعايير دي، فلازم أساسًا نشوف هل المعايير دي هي مناسبة فعلًا للأيتام، مناسبة لمقدمي الرعاية، لإن المعايير بتتكلم على كل ما يحيط باليتيم، حتى اليتيم نفسه. ودي كانت actually أول معرفتي بجمعية وطنية أو جمعية سَنَد حاليًا، إن أنا رُحت لقيت واحدة ربنا يبارك لها من المتطوعين أو الزائرين اللي كانوا بييجوا في الدار عندنا، قالت لي: "نهلة في جمعية عاملة حاجة اسمها معايير جودة، وهي عاوزة تاخد رأي البنات الكبار اللي هم عاشوا في دار أيتام، هل المعايير دي مناسبة والّا مش مناسبة عشان يبدأوا يغيّروا فيها." فدي كانت أول معرفتي إن أنا رُحت فعلًا حضرت جلسة عشان مع شابات وشباب من دور أيتام تانية، وكنا بنقول رأينا في المعايير. والحلو في الموضوع إن دايمًا إحنا من صغرنا لحد ما بنكبر، بيبقى بييجي لنا مثلًا طلبة ماجستير وطلبة علم نفس واجتماع بيقعدوا يسألونا أسئلة كتيرة ومش عارفة إيه وكده، بس اليوم ده أنا عمري ما هانساه، لإن اليوم ده كمان هُم سألوا أسئلة غريبة شوية. اللي هو طب وإيه أحسن يوم بالنسبة لِك؟ طب بتحبي مثلًا لو الدولاب بتاعِك يبقى مش عارفة كذا، فدخلوا في التفاصيل اللي هو ما فيش حد كان بيهتم بيها خالص، ويقعدوا تاكلوا إيه، مش عارفة كذا، بتتعاملوا كويس، لكن هُم دخلوا في حاجات هُم عاوزين يصلّحوا من جوّه أوي، من الفتافيت من جوّه أوي، فدي بالنسبة لي أبهرتني، كنت أنا أخدت واحدة من أخواتي في الدار معايا، فإحنا فعلًا حقيقي انبهرنا، وبعدها قالوا لي: "طب بما إنِّك بقى من البنات الكبار، إحنا كان عاوزينِك تحضري ورشة مع بقى موظفي وزارة التضامن، ومرّة حضرت ورشة مع مؤسسي الدور، وبعد كده عملنا بقى حضرت معاهم أول مائدة مستديرة، إن إزاي كلنا نتناقش بقى في معايير الجودة، وبعد كده اشتغلت معاهم وبقيت بقى شغّالة على معايير الجودة لحد ما طلعت الحمد لله في 2014 الدكتور غادة والي أقرِّت إن معايير الجودة دي لازم تبقى مطبّقة في دور الأيتام كلّها، وده بالنسبة لنا كان حدث يعني. وساعتها بقى كنت أنا بقى اللي باشتغل في معايير الجودة بقى، وبننزل نطبّقها في دور الأيتام، وانزل أقيّم وأدرّب والحاجات اللي زي دي كلّها. إيه أكتر حاجة غيّرتيها أو زوّدتيها في المعايير؟ أكتر حاجة، خلّينا حاجة أو 2 أنتِ نَفْسِك مرّيتِ بيها وكنتِ نِفْسِك تغيّريها فعلًا وأنتِ في الدار. لأ في حاجات لأ في بس أكتر حاجة ممكن أقول لِك عليها كان نِفْسي جدًا وأنا يعني وإحنا في الدار كان نِفْسي إن أي حد بييجي يبقى مسؤول علينا وهو اللي هيربينا، لازم يكون على الأقل كنت أقول لهم يا جماعة لو ساعتين مش هاقول 3 ساعتين بس تقولوا لهم هم مين الأطفال اللي هم هيمسكوهم، والأطفال دول حكايتهم مش حكايتهم إيه، بس المفروض يتعاملوا إزاي كده، محتاجين إيه؟ تدريب، إمم. تأهيل ولو بسيط جدًا، فيمكن من أكتر الحاجات اللي لقيتها أساسًا في معايير الجودة إن لازم يتم تأهيل مقدمي الرعاية، الأمهات، المشرفات إن هم يكونوا
بيتدربوا بشكل كويس، دي حاجة. الحاجة التانية طبعًا المهمة جدًا، جدًا، إن في دور الأيتام في إن أنتِ تميتِ 18 سنة، فمن حق الدار إنها تطلّعِك برّه الدار خالص، أو ممكن على 21 سنة، زي أو حصل أو زي ما حصل في حالتي إن هو نهلة يالّا خدي شنطتِك واطلعي برّه. فيا جماعة طَب إيه، طَب أنا هاعمل إيه، طَب أنا هاروح فين، طَب التأهيل، طَب الحاجات اللي زي دي، فأ ف ف فبتبقى مش حاجة حلوة خالص إن فجأة أنا قايمة من النوم امبارح كنت 17 سنة النهارده تميت 18 سنة تقولي لي خدي شنطتِك وامشي. آخد شنطتي وامشي زي الفل، ما عنديش مشكلة، بس أنا أكون مؤهلة إن أنا داخلة على حياة تانية، أنا عارفة كويس أوي الحياة دي هاعمل فيها إيه، كل الحاجات اللي زي دي، عشان ما اتخبطش، فاروح في حتة مش أحسن حاجة خالص، أو أرجع لكم وأقف قدام الدار وأقول لكم لأ أنا مش عارفة أتحرك في حياتي. فيمكن دي كمان هم عملوا جزء خاص في معايير الجودة للرعاية اللاحقة اللي هو بعد 18 سنة. ولولا إنِّك ما مرّيتِ بالتجربة دي كان ممكن ما يخطرش على بال حد أو إنه المعايير دي تتزوّد. بالضبط، وصراحة هو ده اللي هم قالوه ويمكن هي دي من الحاجات اللي كانت فارقة معايا جدًا إن أنا أشتغل في المكان ده. إن فجأة كل التجارب وكل الحاجات اللي أنتِ مرّيتِ بيها وكل الحاجات اللي هو الطرد ومش عارفة كذا، كل المصايب والتحديات اللي مرّيتِ بيها، فجأة بقى ليها وزن، عارفة كده لمّا تحسّي إن إيه، أنا معايا CV وكان الCV ده مرمي وأنا مش عاوزاه أساسًا، مش عاوزة أي عارفة حد إنِّك هتستخدميه. مش عارفة إن أنا هاستخدمه ف ف وفي نفس الوقت لأ، مش بس مش عارفة إن أنا هاستخدمه، أنا أنكره وأنكر استخدامه ومش عاوزة أستخدمه. ففجأة لقيت الCV ده ليه سعر، وسعر عالي جدًا، 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 فوق ما أتخيّل، يعني كل الخبرة وكل الحاجات دي بقى ليها سعر عالي، وهي بتحط لهم كده يالّا يا نهلة قولي كده عشان نشوف، قولي كده عشان نشوف، فأنا بالنسبة لي اللي هو يا نهاري! الواحد مَر زي ما أنتِ قُلتِ بقى من الأول، هو أنتِ مرّيتِ بكل ده عشان فعلًا هو نفعني دلوقتي الخبرة الحياتية، وطبعًا مش بس خبرتي، هو خبرة كل الشباب ما شاء الله اللي بعد كده جُم بعدي وبيضيفوا، فلأ أنا لحد دلوقتي حتى الشباب لمّا بيحكوا الشباب والبنات اللي في دور أيتام لمّا بيحكوا حاجات وأنا أستفاد منها عشان لمّا أكون بادرّب مثلًا مقدمي رعاية متطوعين كده، أستشهد بمواقف هم عاشوها، فهُم كمان الخبرات بتاعتهم ليها تَمَن عند الكل، فالحمد لله هي دي يمكن من أكتر الحاجات اللي هو عارفة اللي هو عمري ما ضاعش على الفاضي، ما ضاعش هدر، فالحمد لله. الحمد لله. عايزة آخُد نقطة تانية كده أتكلّم فيها مهمة أوي، فكرة الكفالة. هو هل أي حد جاهز إن يكفل؟ أنا دايمًا أصلًا باقول إنه مش كل أب وأم جاهز إنه يربّي ويخلّف بالضبط، حقيقي. لسه هاقول لِك حالًا يعني كنت لسه هاسأل نفس السؤال، هل كل الناس جاهزة إنها تكون أمهات وأبهات؟ لأ. فمش أي حد جاهز إن هو يكفل، حتى لو هو عنده المشاعر بتاعة إن الله أنا نفسي أكون أم وكده. ليه؟ لإن الأمومة والأبوة هي مسؤولية، ومسؤولية كبيرة أوي. جدًا، جدًا، جدًا. ينفع إن أنا أكون هايلة مع الأطفال، أنا باحب الأطفال جدًا زي الفل وكل حاجة، بس هل أقدر أبقى أكفل طفل أو أربي ابني حتى؟ ممكن يبقى في ناس عندهم صعوبات، وباشوف ناس كتيرة أوي صحابي بيكلموني على الtraumas اللي حصلت لهم، الصدمات اللي حصلت لهم من أمهاتهم وأبهاتهم بسبب كده. فلأ، مش كل حد لازم يكفل، أو مش كل حد ممكن يكون جاهز إن هو يكون بيكفل طفل، وفي نفس الوقت كمان هو لازم حتى لو أنا جاهزة أو إن أنا عندي القدرة النفسية والاجتماعية والاقتصادية كمان والجسدية والسنية. إن أنا أكفل الطفل، فلازم كمان هو أي أم وأب بييجوا بيعرفوا إن خلاص إحنا هن هن هنستقبل بيبي، خلاص الأم حامل، بيعملوا إيه، يجيبوا الكُتب وإزاي تعملي مش عارفة كذا، وإزاي تعملي كذا، فما بالِك بقى ذاك أنتِ بقى بتذاكر، فما بالِك أنتِ بتجيبي طفل هو مش طفل، وأنتِ لسه ما ارتبطتيش معاه الارتباط اللي هو ده، فده أحَق بالمذاكرة بالتدريبات وبكل حاجة 10 أضعاف ابنِك، عشان تعرفي أولًا لإن مش بس إن هو الله طفل صغير وهاغيّر له هارضّعه كده لأ، هو طفل أنتِ هيكمّل معاكِ وهتشوفي تغيُّرات، وفي نفس الوقت كمان أنتِ معاه أنتِ لسه بتبني الbond ده معاه، فما ينفعش خالص إن أنا أقول لأ والله أنا هاجيبه عشان أنا حاباه وكده وبس. فلأ طبعًا هو لازم أي حد عشان يكفُل هو بيمُر بprocess وprocess كبيرة حمايةً ليك وحمايةً للطفل اللي أنت هتاخده. بتساعدوا الناس اللي عايزة تكفل، يعني بتعملوا لهم الوعي ده، بتدّوهم حاجات تدريبية، لأسئلة معيّنة نعمل إيه في الموقف الفلاني؟ بالضبط. إحنا عندنا في جمعية سَنَد فعلًا برنامج اسمه برنامج الكفالة،
وإحنا فعلًا بندّي تدريبات للأمهات الكافلة حتى لو أنتِ كفلتِ وكده معاكِ أولادِك، فلأ تعالوا خدوا التدريبات عندنا، نعرّفكم بتمشوا إزاي، بتعملوا إيه، بتتصرّفوا كذا، ممكن كمان نقدّم لكم استشارات دايمًا، بنقدّم استشارات لو أنا هارفع سماعة التليفون على جمعية سَنَد وأطلب استشارة إن أنا عندي الموقف الفلاني ومش عارفة أعمل فيه كذا، وتدريبات وبننزل محافظات تدريبات دايمًا بندعو الأسر الكافلة أمهات، أبّهات، أطفال حتى، تعالوا بأطفالكم التدريب ما فيش مشكلة خالص، فدي دايمًا بنعملها عشان ده أساسي، ده أساسي إن إحنا لازم نكون مؤهلين إن إحنا نكون بندرّب الأمهات والأبّهات ليه؟ عشان ما نعملش تاني نرجع للcycle تاني إن أنتم فجأة زهقتوا من الولد ومش بيح عاوزينه، فأرجّع بقى المنتج أو أرجّع البضاعة اللي أنا خدتها عشان هي ما عجبتنيش ولأ معلش فيها défaut لأ، هو لو ابنِك على فكرة مش هتعرفي ترجّعيه أو تموّتيه، معلش بقى في الكلمة، فما ينفعش لإن أنتِ فعلًا لمّا بترجّعي الطفل تاني أنتِ بتموّتيه. أنتِ بترجّعيه بتكسريه بعد ما أنتِ ادّيتِ له حنان وادّيتِ له أمان. أمان وادّيتِ له اهتمام وكل الحاجات سيبِك من الدعم المادي أو الاقتصادي، نفسيًا. النفسي أنتِ بتحطّيه في حتّة تانية خالص، هو فجأة بيتحط في مكان هو مش عارف هو مين، ف فلأ طبعًا لازم. باشوف ده كتير كمان، بتبقى عندها مشكلة في الخلفة فتكفل وبعد ما تحمل بترجّع الطفل يا إمّا بعد ما تكفل ترجّع الطفل آه. أو إن قبل كده برضه كان إن هو أصل أنا ابني البنت صراحة عندها 13 سَنة وسلوكياتها بقت صعبة أوي، فأنا أعتقد إن دي جينات إيه اللي دخل الجينات؟ الجينات بت 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 بتتلخّص في أنا باحب إيه وما باحبش إيه، شكل الملامح بتاعتي، مامتي كانت شاطرة في الرياضة فأنا طلعت زيّها شاطرة في الرياضة مش عارفة كذا، لكن الجينات هي مش بتحدد هو أنا سلوكياتي المفروض تطلع إيه، السلوكيات دي من التربية، فحضرتك لو البنت سلوكياتها غير سوية أو هي سيئة، فحضرتك هو منِّك، البيت. أنتِ البيت أنتِ اللي ربيتِ، هي ما شافتش أي حد غيرِك أنتِ، ما ينفعش تروحي تقولي جينات فأنا هارجّع بقى البضاعة دي لإن هي واضح إنها خسرانة. فطبعًا بنقابل شوية يعني مواقف وكلام نَفْسه مش طبيعي خالص ومش صح خالص على الأطفال اللي بيتم كفالتهم، وفي نَفْس الوقت كمان الناس يعني قبل كده في حد رجّع طفل عنده 8 سنين عشان هو شقي، طَب أنا هاعمل إيه؟ طَب ما هو هو مين حد طفل مش طَب يعني طَب قولي لي بقى مواصفات الطفل اللي أنتِ أساسًا كنتِ عاوزاه عشان أنا مش عارف هو المواصفات دي موجودة عندي في المخزن والّا لأ، يعني طَب أجيب لِك من فين؟ فطبعًا لأ، ال 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 آآ الاختيار مش أي حد ياخد طفل من دار أيتام ويقول أنا هاربيه، ومش أي حد يكون أنا عشان اتحرمت ووصلت للسن مثلًا 50 والّا 60 فاروح آخد طفل، طب حضرتك معلش مع احترامي لكل الناس ربنا يبارك في أعمار كل الناس، فأنا دلوقتي عندي 60 سنة، أروح آخد طفل baby رضيع عنده سنة والّا عنده أقل من سنة وأنا عندي 60 سنة؟ 60 سنة أنا جدًا. فيا إما هاخد طفل أكبر شوية أو بنت أكبر شوية، وأعرف واحدة صاحبتي خدت يعني هي ربنا يبارك لها، هي خدت بنتين عندهم 13، 14 سنة وهُم دلوقتي 16 و17 وزي الفل، يعني خلاص هي حاسة إن أنا لأ، دول اللي هُم محتاجين الرعاية منّي مش طفل صغير، فأنا هاخد دول أكفلهم وأرعاهم باقي العمر بتاعهم وحياتهم. فعشان كده باقول لِك حتى القدرة السنية، العمرية، أنتِ عندِك القدرة إن أنتِ تكوني بترعي أقدر طفل أقدّم إيه؟ لمدة 20 سنة كمان، فأنتِ هتكوني في ال80 فهتقدري ترعيه، وهيكون هو لسه عنده الاحتياجات بتاعته عمّالة تتطور وتزيد، فلازم يبقى في زي تقييم كده زي ما إحنا بنقول معايير الجودة، هو لازم في معايير مين الأسرة ومين الناس اللي هتاخد الطفل وهتربيه، طبعًا لازم متابعة، يعني دايمًا باقول إن يا جماعة متابعة، 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 ليه؟ لإن في الأول وفي الآخر الأطفال دول أمانة ومحتاجين إن إحنا نتابع حتى الأسرة، مش متابعة عشان أنا باراقب عليهم، أكّلت الولد، عملته كذا، لأ، أنا باتابع عشان لو في حصلت لِك مشكلة وأنتِ كافلة الطفل، أتدخّل على طول، فما توصلش إن إحنا نضطر نرجّع الطفل أو نسحبه منِّك. أسألِك سؤال تاني في حتّة الكفالة، هل أسهل أو نفسيًا أسهل على الطفل أو على الأم اللي هتكفل إنه تاخد حد في سِن صغير شهور، غير لمّا تاخد حد مثلًا عنده 8 و10 سنين برضه والّا إيه؟ طيب حلو أوي السؤال ده ليه؟ لإن معظم الناس طبعًا وأنا عارفة إن عشان أنا مثلًا أنا متجوّزة وما خلّفتش، فأنا نِفْسي في بيبي وأبدأ معاه الحياة من الأول وأبدأ كل حاجة وأعيش اللي أي أم بتعيشه، بس ما إحنا عندنا في 3 و4 و5 سنين هم كمان محتاجين بيوت على فكرة.
هم كمان محتاجين إن هم يدخلوا في أُسَر، وإن هم كمان يتم كفالتهم في الأُسَر زي ما بيحصل برّه، مش دايمًا بيروحوا للأطفال الرُضع، بيروحوا للأطفال اللي هم محتاجين بيوت. إحنا لو غيّرنا شوية المفهوم بتاع الكفالة، إن إحنا مش بندوّر على الأطفال، إحنا بندوّر على إن أطفال محتاجة بيوت. فلو أنا لو أنا بالفكر ده، فرايحة دار الأيتام عشان أنا عاوزة ولد أو بنت هم محتاج بيت. فبغض النظر مين اللي أنا هالاقيه هناك وأنا هاتوائم معاه وخلاص إحنا هنكون عاطفيًا، بغض النظر بقى عن سِنّه أنا هاخده لإن أنا أقدر أوفّر لك البيت. وساعتها لو أنا بافكّر ده، فأنا هاروح بالفكر بتاع الطفل اللي موجود ده، هل أنا هاقدر أوفّر له البيت، هل أنا هاقدر أوفّر له كفاءتي أنا الجسدية والذهنية وكل حاجة، فساعتها الموضوع هيختلف شوية. فأحسن حاجة دايمًا زي ما إحنا بنقول يا جماعة الأطفال مكانها البيوت، فأنا لازم أروح بهذا الفكر، إني أنا رايحة مش عشان حاجة لإن أحيانًا طبعًا وده إن أنا عاوزة ألبّي رغبتي الداخلية إن أنا أكون أم. طب ما هي برضه نفس الموضوع هو نِفْسه كمان رغبته الداخلية إن هو يكون وسط أسرة. فده لو إحنا عدّلنا المفاهيم دي شوية هنلاقي كمان إن الأطفال اللي سنّهم أكبر، لأ هم دخلوا بيوت خلاص، يمكن بعدين ما نلاقيش إن في دور أيتام من أساسه، لإن كل الأيتام بقوا في البيوت. حلم حلو، حلم جميل. هيحصل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب في حتّة دايمًا برضه عشان حتّة الكفالة ده دايمًا أسئلة بتيجي لنا كُلّنا وناس برضه لمّا بتكفل وده شُفته في حياتنا إحنا أصلًا، أقول لها إمتى إن هي كانت في دار وإن أنا كفلتها والّا ما أقولش خالص؟ في الموضوع ده بقى الموضوع ده يعني بُصّي، الموضوع ده هو اسمه الtopic بتاعه اسمه الهوية. الهوية يعني هو أنا اللي هو أنا مين؟ والهوية بغض النظر أنا في أسرة كافلة أو في دار أيتام، أنا لازم أعرفها من سِن صغير جدًا. يعني دايمًا باشجّع الناس يا جماعة ما ينفعش خالص وأنا داخلة المدرسة وعندي 6 سنين، ما أعرفش هو المكان اللي أنا فيه ده إيه، ما أعرفش المكان ده اسمه دار أيتام وإن أنا ما ليش أم وأب، وإن الأطفال اللي معايا دول كلّهم هم دول خلاص هيبقوا إخواتي، وإن ما فيش حاجة اسمها ماما وبابا، لأ في مشرفة وفي كذا وفي كذا. كل الحاجات دي معلومات مهمة جدًا، جدًا محتاج إن أنا أكون باعرفها. ليه؟ عشان أنا لمّا هادخل المدرسة لازم أكون مُحصّن نوعًا ما بالمعلومات ولو حتى أساسية، واحدة، واحدة بتسقيني المعلومات دي. ليه؟ عشان لمّا يكون في حد جاي يتنمّر على ظروفي، جاي يسألني سؤال، جاي يسألني كذا، ما أكونش أولًا بابلِّم ومش عارفة كويس أوي أرُد، أو أدّي له مساحة إن هو يتنمّر عليّا ويقول لي كلام غلط، أو إن أنا ممكن كمان أسيب مساحة للي قدّامي وللعالم الخارجي إن هو يعرفني الحقيقة بتاعتي بطريقة وِحشة جدًا. فده اللي بيحصل في دور الأيتام، إن يا جماعة أرجوكم الأطفال بيبقى في حاجات ومش شرط إن إحنا ندّيهم المعلومة كده لأ طبعًا، بتبقى في حاجات إحنا حتى عاملينها في جمعية سَنَد بتناسب كل سِن، بس أنا دايمًا باقول يا جماعة على سِن 6، 7 سنين أكون عارفة المعلومات. فمن باب أولى إن الأسر الكافلة هي نفس الموضوع، أنتِ بتحطّيه وسط عيلة، وسط مجتمع هو لسه برضه ما عندوش الوعي الكافي عن الأيتام ولا دور الأيتام ولا الكفالة نفسها. فأنتِ بتحطّي و و وكأنِّك بتقولي إيه، أنا مش هاقول لهم دلوقتي ولمّا يكبر يبقى هو اللي يواجه مصيره بقى وهو اللي يقول لهم ولا هم أنا خايفة عليه على فكرة، هي خايفة. ما هو بُصّي يعني إمم. دايمًا باقول لهم كده الأطفال لمّا بيتولدوا بياخدوا تطعيم تقريبًا ضد الضرر أو حاجة زي كده، بياخدوه بشَكّة كده في الرجل أو حاجة زي كده يعني، بس في تطعيمات الأطفال بياخدوها أول ما بيتولدوا على طول. التطعيمات دي لو ما خدوهاش قدّام بتأدي لأمراض مميتة. مميتة قدّام وأنتِ كبيرة، ولو لا قدّر الله جالِك ضرر، جالِك مش عارفة كذا، أنتِ ك ك أنتِ كشخص كبير صعب إن أنتِ تتعالجي، فترة العلاج وكده بتبقى صعبة جدًا، وأنا نفسي مرّيت بحاجة زي دي، ففترة العلاج بتاعة المشكلة الرئوية اللي عندي خدت وقت كبير، ليه؟ عشان ما اتطعمتش عليها من بدري. من بدري، من وأنا صغيرة. نفس الموضوع، هي دلوقتي هي على فكرة مش هتوجع الطفل، هي هتوجع الأمهات. صح. هو في فرق كبير أوي ما بين أصل أنا خايفة عليه، لأ حضرتك أنتِ خايفة على مشاعرِك أنتِ، لإن أنتِ اللي حاسة إن أنتِ هتتوجعي، لكن هو على فكرة مش هيتوجع، هو هيقعد يسألِك أسئلة، طب أنا جيت إزاي، طب مين مش عارفة كذا أهلي، مين هو مش فاهم، هو بياخد معلومات، وفي نفس الوقت أنتِ محاطة له البيئة الآمنة إن أنا موجودة، أنا ماما موجودة، تعالَ اسألني، أنا عمري ما هاروح في حتة، أنا عمري كذا، بس تعالَ اسألني. هو دلوقتي لو خد مني المعلومات كلها وأنا قُلت له الحكاية بما فيها، إيه اللي هيوجعه في ده؟
هو مش هيتوجع، هو طفل صغير بيعرف معلومات هتترسخ عنده، المعلومات دي خلاص بقت حقيقة ثابتة عنده، فخلاص هو بيطلع المجتمع بيبقى عارف كويس أوي، أنا ماما قالت لي إن أنا فعلًا كنت في دار أيتام وكذا، فهيبدأ يتكلم وهو متصالح مع الفكرة وبقوة كمان، وحسب هاعرضها له إزاي. وحسب هاعرض لها له إزاي. مين أنتِ اللي خايفة على الوجع أنتِ، فبيبقى في شعراية يا جماعة أوي ما بين أصل أنا خايفة عليه، لأ. حكّمي عقلِك في إن مين اللي هيخاف ومين اللي هيتوجع، أنتِ اللي هتتوجعي، لكن هو الوجع عليه هتبقى أنتِ هتتوجعي، فأنتِ بتأجّلي وجعة بسيطة جدًا، جدًا على نَفْسِك، لكن أنتِ كمان بتسيبيها قُدّام بقى إن هو بقى يقابل صدمات ممكن فعلًا حقيقي تدمّر له حياته، ودي شُفتها مع ناس كتيرة أوي سواء إذا كانوا في دور أيتام أو في كفالة، إن معرفتهم للحقيقة وهُم في العشرينات والتلاتينات دمّرت لهم حياتهم. صدمة. لأ، دمّرت لهم حياتهم، في ناس كانوا بدأوا بقى كمان يتجوّزوا وكده ويأهّلوا نَفْسهم ويشتغلوا، راحوا في حتّة تانية خالص بسبب الصدمة. إمم. في برضه سؤال دايمًا بيلِح عليّا لإن ده أنا شُفته بنَفْسي، في حضانات لحد دلوقتي ومدارس بترفض إن تستقبل أولاد، يعني الملف كده بيترفض. في أي حاجة تمنع الموضوع ده والّا قانونًا هو ده قانونًا ده ما غلط، ما فيش حاجة اسمها بتقول إن أنا عشان طفل من دار أيتام أو مكفول إنه يتم رفضي سواء إذا كان في مدرسة أو جامعة أو أيًا كان، لإني على العكس في أماكن ومدارس جامعات ومدارس international كده هي واخدة أطفال أيتام كمان مش أنا عارفة مكفولين. في طبعًا بياخدوا، بس في ناس بترفض. بس في ناس بترفض ليه؟ لإن تاني التوعية أولًا الوعي بقضية الأيتام وقضية فقدي الرعاية الوالدية هو ما كانش حاجة صحيحة في المجتمع، يعني عمري مثلًا لو إحنا رجعنا 20 سنة، هل كان في حد مثلًا وطبعًا ما كانش في podcast فكان في الراديو أو التلفزيون، فهل من 20، 30 سنة حد جاب شاب من شباب الأيتام وقعده قدامه وقال له يالّا احكِ لي وأنت وصلت لحد فين دلوقتي وكده؟ لأ. التوعية كانت دايمًا بتيجي على أفلام إن دول قنابل موقوتة، ده هيطلع بالضبط. كذا، ده هيطلع كذا، ده هيطلع كذا. فطبيعي لو أنا متغذي بهذه الأفكار وأنا مديرة مدرسة، أول ما يقولوا لي في أولاد من دار أيتام موجودين، هاشغّل بقى فيلم شبه مفقود ولا بدل فائد، على فيلم الخطايا، على فيلم مش عارفة كذا، كذا. لأ شكرًا، أنا مش عاوزة مشاكل. دور الأيتام فيها 1 و2 و3 والولاد دول قنابل موقوتة، هم بيكرهوا المجتمع، وهاطلّع كل الحاجات المفاهيم الغلط، فطبيعي، طبيعي بيرفضوا. إحنا المفروض علينا دورنا أنا باقول هنا مش بس في جمعية سَنَد، أنا باتكلّم دوري كنهلة، حد خريج دار أيتام، إن إحنا نكون بنصلّح المعلومة دي، بنصلّح المفاهيم الخاطئة دي، بنقرّب شوية ونقول يا جماعة إحنا موجودين، إحنا بنعمل 1 و2 و3 و4 والمجتمع كمان على فكرة لمّا إحنا بدأنا نعمل الخطوة دي، هو كمان بدأ يساعد. إن إحنا إيه ده ما كناش نعرف إن أنتم بتعرفوا تتكلموا من أساسه ما كناش نعرف إن أنتم كبار، إن أنتم وسطنا في المجتمع، إن أنتم كذا، فده دورنا يمكن عشان نصلّح المفاهيم الخاطئة، وفي نفس الوقت كمان دور بقى الدولة نفسها إنها تحط القوانين اللي هي تحمي الأيتام نفسهم من حاجات زي دي، هل من حقنا ندخل الجامعات والّا لأ؟ وخاصةً لو الدار بتاعتي أو الأم الكافلة بتاعتي هي اللي هتدفع أو الأب الكافل هو اللي هيدفع، هل من حقنا ندخل المدارس زينا زي أي حد والّا لأ؟ إيه القوانين اللي تحمينا عشان ما فيش مُدرِّس أو صاحب مدرسة أو أيًا كان يقول لأ شكرًا ويمضي على الملف إن هو ممنوع وخلاص، لإن الحاجات دي في الآخر هي بترُد في وشنا وممكن تعمل لنا كمان صدمة بعد كده من التعامل مع المجتمع. لمّا قُلت السينما والأفلام، بس في مسلسل ليه لأ كان بتاع منة طبعًا، شلبي عمل طفرة في الحتّة دي قوية. مسلسل منة شلبي هو ده اتعمل كمان بالتعاون مع جمعية سَنَد. و مؤسسة سَرْد اللي هي كانت أستاذة دينا نجم هي اللي كانت بتعِد ال ال و وكاتبة مع أستاذة برضه مريم نعوم برضه، هم كلّهم، وكانوا دايمًا بقى بيرجعوا لإن سَنَد هي اللي كانت المرجعية، فكانوا دايمًا يرجعوا طَب ده نعملها إزاي، طَب ده مش عارفة كذا، يعني دينا نجم ربنا يبارك لها، نهلة طَب المفروض دلوقتي لو هو في المشهد بيعمل 1 و2 و3 أنتم في الدار بيحصل كذا، 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 فاقعد وده كان بالنسبة لي دينا كلميه زي ما أنتِ عاوزة، لإن ده بالنسبة لي حاجة هايلة جدًا إن إحنا نطلّع الوجه الحقيقي لدور الأيتام والأيتام، أنا مش عاوز تطلّع ملايكة، عشان هم الأيتام مش ملايكة. ولا هم شياطين وقنابل موقوتة، إحنا بشر عاديين، فينا ناس بتغلط وبتروح في حتّة تانية، طبعًا ده العادي، فطلّعنا عادي بنفس المشاكل النفسية والاجتماعية اللي عندنا جوّه الدار، وطلّع الحياة بتاعتنا بشكل كويس، يعني أنا كنت مبسوطة جدًا في المسلسل وهو مطلّع المشرفة اللي بتيجي لها منة شلبي وتقعد معاها وتقول لها وتحكي لها، عشان في عندنا مشرفات كده، مش كل المشرفات ومقدّمي الرعاية هم ناس عمّالة تضرب عمّال وبطّال في الأطفال، ففي كده وفي كده فطبعًا لأ، يعني وده بالنسبة
بالنسبة لي حاجة رائعة، رائعة يا جماعة إن الدراما المصرية بدأت تنتبه لوجودنا وإن إحنا متواجدين، فبدأت تاخد بالها، بغض النظر إن كان في طبعًا في فقرة الساحر ودي يمكن عملت عليها فيديو عشان قالوا كلمة مش لطيفة على دور الأيتام، فدورنا إن إحنا نصلّح المفاهيم، دورنا إن أنا أكون باقف دايمًا أقول لأ يا جماعة صُناع الدراما خدوا بالكم، الكلمة دي غلط والمفهوم ده غلط وأنتم كده بتسيئوا سمعة دور الأيتام كلّها، بترسّخوا مفاهيم خاطئة عند المجتمع المصري أو المجتمع العربي عمومًا يعني. إمتى لقيتِ نفسِك بقى؟ أنا نهلة هنا، لحظة كده. إمتى لقيت نفسي؟ ده سؤال حلو. لقيت نفسي أنا شغّالة كده في جمعية سَنَد بقى لي 12 سَنة، فلقيت نفسي من حوالي آمم، في 2014 أو 15 يعني بعد ما اشتغلت في جمعية سَنَد ب3 سنين، حسّيت إن فجأة إيه ده! هو فقعدت أفكّر في نهلة القديمة نهلة قبل سَنَد ونهلة بعد سَنَد وإيه اللي حصل، طب أنتِ لسه لحد دلوقتي متضايقة، طب مش عارفة كذا، طب ما وكل ده أنا فاكرة كويس أوي إني كنت راكبة الأوتوبيس وفي الطريق وكده وعمّالة فصالحتني على بعض، يعني حاسة إن كانت في رحلة كده لإن دايمًا كان بيتقال نهلة أنتِ عندِك تصالح، نهلة أنتِ عندِك كذا، بس أنا مش فاهمة الكلمة أوي، مش فاهمة كلمة تصالح، أنا باطلع وباتكلم وساعتها كمان كنت بقى لي 3 سنين باشتغل في فباطلع وباتكلم بس اللي هو يعني إيه تصالح؟ أنا مش فاهماها أوي يا جماعة ومش مستوعبة الكلمة نفسها، إلا لمّا حسيت إن هو لأ، على فكرة نهلة القديمة مع نهلة الجديدة هو في عبء اتشال، هو في مش عارفة كذا، فقعدت كده أستعرض كل اللي حصل لي من زمان لحد 2000 ومثلًا و15 في اللحظة دي، لحد في اللحظة اللي أنا كنت فيها في الأوتوبيس ك إيه ده! طب ما لو على فكرة لو إحنا الاتنين قربنا من بعض والنهلة القديمة اللي هي متضايقة جدًا من ظروفها ومتضايقة من عارف كذا، ونهلة اللي هي دلوقتي مش اللي هي وصلت له، نهلة اللي عاوزة تعيش، أنتِ عاوزة تعيشي وعاوزة تعيشي صح، وعاوزة تعيشي من غير ما يكون ضربات قلبِك في السما كل ما حد ينطق دار أيتام أو يعرف أو كده، فأنتِ محتاجة أعتقد إن أنتِ محتاجة إن أنتم الاتنين تتفقوا، تتصالحوا وتتفقوا، وساعتها اكتشفت يعني إيه كلمة تصالح، يعني ساعتها فعلًا إيه ده! هو ده التصالح اللي بيقولوا عليه، على فكرة أنا ما كنتش متصالحة، أنا كنت وده بييجي إن أنا كنت باحاول الفترة اللي فاتت إن أنا ماشي بُصّوا يا جماعة زقّوني واسندوني كده، بغض النظر إن أنا مش فاهمة التصالح وبغض النظر إن أنا مش متصالحة، بس يمكن الزق ده ناحية التصالح هو اللي خلّى إن ده يحصل طب في الآخر، فلقيت نفسي الحمد لله. وعلى فكرة النهلة القديمة هي اللي عملت نهلة جديدة. بالضبط. بالضبط، هُم الاتنين بقوا على فكرة أنتِ ليه إحنا الاتنين نفس الحاجة، نفس إزيِك يالّا فهُم بقوا شخص واحد. في حاجة في حياتِك كده لمّا ترجعي الشريط كده عايزة تغيّريها أو تشيليها خالص؟ إطلاقًا، إطلاقًا مستحيل. يعني دايمًا، دايمًا، دايمًا أفتكر كل حاجة، يعني دايمًا لمّا باحكي ل لزمايلي في الشغل وحد معيّن فيقعد يقول لي: "يا نهلة يا لهوي على اللي مرّيتِ بيه" وكده، وأنا باقعد وأحكي لها حاجات ضخمة ومقاسي، بعد كده ياه! كانت أيام جميلة، تقول لي أيام جميلة إذا قُلت لها أيام جميلة، أنا بالنسبة لي دي أيام جميلة جدًا وهاموت وتتعاد بكل حاجة فيها، بكل اللي أنا باحكيه لِك وإن إحنا كنا بنحصل كذا وبنتضرب ومش عارفة والله أيام حلوة أوي، يا ريتها تتعاد والله فعلًا، فأنا لأ، مستحيل، مستحيل أغيّر ولو سنتي واحد في أي حاجة حصلت لي، لإن زي ما أنتِ قُلتِ دلوقتي هي نهلة القديمة هي اللي عملت نهلة الجديدة، فاللي هو حاسة إن أنا لو رُحت ورجعت بالزمن وغيّرت أي فتفوتة، هي هتأثّر دلوقتي في أي قرار أنا باخده أو هتأثّر في حياتي عمومًا، فأنا لأ، أنا مبسوطة بيها زي الفل، ولو الحياة اتعادت هاختار إن أنا أكون نهلة مش في أسرة، هاكون نهلة في دار الأيتام، لإن أنا مش عاوزة أخسر إخواتي اللي أنا قابلتهم في الحياة، مش عاوزة أخسر كل الناس الهايلة اللي أنا قابلتها في حياتي، فلأ طبعًا يستحقوا إن أنا أعيش تاني الحياة. طب نهلة دلوقتي تقولي لنهلة أول ما طلعت من الدار، تقولي لها إيه؟ أقول لها إيه؟ لا بُصّي الحياة مش وردي، أولًا يعني برافو عليكِ، يعني هاقول لنهلة دلوقتي اللي قاعدة وبتعيط في السرير وهي مش عارفة تعمل إيه، هاقول لها برافو عليكِ كمّلي عياط، أنا مش جاية عشان أوقّف لِك العياط. وفي نفس الوقت مش جاية عشان أقول لِك الحياة وردي، الحياة مش وردي خالص، أنتِ هتضطري تمُرّي بمواقف كبيرة عشان تقدري تsurvivي وتقدري تكوني موجودة، بس الخبر الحلو
إن أنتِ مش صفر على الشمال ولا نكرة، أنتِ إن شاء الله قدّامِك حاجة هتقدري تعمليها، واللي أنتِ بتمُرّي دي ليه تَمَن قدّام أنتِ هتشوفيه، تَمَن عمرِك في حياتِك ما كنتِ تتصوريه، فخليكِ في اللي أنتِ فيه. شكرًا يا نهلة بجد، يعني كلامِك مؤثر جدًا، ملهم جدًا، وبجد بيحسس الواحد إنه لازم يصِر على الحاجة اللي هو عايزها، وربنا بيبقى ليه حسبة تانية خالص، 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 مش صح، هنعرفها غير بعدين. صح، يعني دايمًا أنا باقول لهم بُصّوا يا جماعة، أنا لو رجع بيّا الزمن أنا ما أعرفش ولا يعني ما كنتش متوقعة ولا كنت مخططة ولا كنت عاوزة أي حاجة من اللي أنا فيها، هي دي خطة ربنا ليّا اللي عمّالة أتزق فيها، اللي هو مين اللي ودّاني هنا مين فطبعًا خطة ربنا ليّا كانت من أروع ما يكون، وزي ما دايمًا باقول أنا كنت عِشت ظروف معيّنة وهي دلوقتي هي ظروف استثنائية، عارفة كده لمّا خليكِ أنتِ على جنب، تعالي أنتم كأيتام على جنب أو خليكِ أنتِ يا نهلة على جنب، خُدي الموضوع ده عشان أنا لأ، بس على فكرة طلعت إن أنا فاكرة إن أنا لوحدي، بس أنا طلعت عارفة اللي هو المركز الأول والتاني والتالت، أنا طلعت أساسًا هو كان موقّفني في المركز الأول، بس أنا ما كنتش شايفة، مش واخدة بالي. مش واخدة بالي إن أنا في المركز الأول. شكرًا يا نهى، نورتينا. شكرًا يا نهى، وسعيدة جدًا إن أنا كنت موجودة معاكِ النهارده.